تخيل إن ميراكلوس كان ممكن يبقى واحد من أعظم أعمال الأنيميشن في العالم، لكن شركة زاج غيرت كل حاجة. وفي ناس لحد دلوقتي مقتنعة إن الشركة ضحت بالفكرة الأصلية علشان تبيع ألعاب ومنتجات أكتر، لكن ده مجرد البداية. وشكرا يا أحلى جيش على الدعم الأخير. لكن فيديو النهارده هيخليك تبص لميراكلوس تيلز اوف ليدي باج وكات نوار بشكل مختلف تماما، لان في اسرار عن شركه زاكتون ناس كتير من الفانز ما يعرفوهاش. واول سر هو ان ميراكلوس تقريبا كان هيطلع بشكل مختلف تماما عن اللي نعرفه دلوقتي. في بدايات المشروع الشخصيات كان تصميمها مختلف وستايل الانيميشن نفسه كان اقرب للانمي، لكن الشركه غيرت كل ده والسبب غريب جدا. شركه زاك كانت عايزه المسلسل ينجح عالميا مش بس في فرنسا، وعلشان كده غيروا التصميم لستايل أسهل للأطفال حول العالم. لكن ده مش السر الصادم. في ناس كتير من الفانز اشتكوا سنين من تأخير الحلقات وترتيب المواسم الغريب والتسريبات اللي كانت بتحرق الأحداث. والمفاجأة إن بعض التسريبات دي طلعت من ناس قريبين من الإنتاج نفسه، وده خلى الفانز يغضبوا جدا، خصوصا إن في حلقات كاملة اتسربت قبل نزولها الرسمي. لكن أغرب سر هو إن الشركة أحيانا كانت تركز على بيع المنتجات أكتر من القصة نفسها، يتعمل لها تحولات جديدة أو أزياء جديدة علشان الألعاب تتباع أكتر. وفي ناس بدأت تقول إن ميراكلوس بقى مشروع تجاري أكتر من كونه مسلسل. لكن رغم كل الجدل، المسلسل قدر ينجح بشكل ضخم جدا حول العالم، وأصبح واحد من أشهر مسلسلات الكرتون الحديثة. بس لسه في سر أخير. في ناس من الفانز مقتنعين إن شركة زاج بتحب تعمل الجدل عمد. ليه؟ علشان كل ما الناس تتخانق على حلقة المسلسل ينتشر أكتر. ولو فكرت فيها ممكن يكون عندهم حق فعلا. بس السؤال الحقيقي دلوقتي يا أحلى جيش، أنت شايف شركة زاج فعلا بوظت ميراكلوس ولا الفانز بيبالغوا؟ اكتب رأيك في الكومنت.